عارف زميلك اللي انتوا وقفتوه جول في حجز الكوره وهو مش عايز يقف جول ولا طايق نفسه ومواقف غصب؟ هو ده اللي حصل بالظبط مع الشناوي واقف، لا هو واقف صح ولا عارف يلعب، وتحسه كده ايه جاي ومش قادر يشيل رجله. شيء غريب جدا، لعب بطريقه مستفزه. انا كل ما اتفرج على الاجوان يتحرق دمي. ازاي ده جون النادي الاهلي في ماتش كبير قوي زي ماتش بورتو؟ الشناوي يسأل عن على الاقل 3 اجوان منهم. لولا الشناوي كان الاهلي كسب 4-1 مستريح. حرام بجد. وبعدين فين مصطفى شوبير؟ ما يلعب مصطفى شوبير. هو يعني الشناوي هكر اللعبه؟ نفس اللي حصل تقريبا مع شريف اكرامي، برده كان بيلعب غصب عن الناس كلها. اصل هو كابتن الفرقه، اصل هو كبير، هو اللي بيلم الفرقه. طب ما خلاص لو هو مش قادر يلعب مشوه، ما احنا عندنا بديله وكويس. مصطفى شوبير يعني ما قالش حاجه، الواد قاعد وراضي ومستني فرصه، وجات له فرصه وثبت نفسه قبل كده. ايه المشكله انه يخش يلعب دلوقتي والشناوي يروح يحترف ويلم فلوس والدنيا تبقى معاه جميله واحنا كمان تبقى الدنيا معانا جميله؟ لكن الطريقه دي ما تنفعش. وكمان لما بيجي يقعد احتياطي مش عاجبه، لا يعني كده كتير.